بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي الكرام، كل عام وحضراتكم بألف خير. بمناسبة قدوم شهر رمضان، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هتكلم معاكم عن شوية سلوكيات كده ياريت كلنا نتبعها في شهر رمضان المبارك. وزي ما احنا شايفين الصورة بتتكلم عن نفسها. هحب اقول لكم بقى اللي بيحصل ده مش عاجبني. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ما يبقاش جارك مش لاقي يفطر او يفطر عياله في شهر رمضان، وانت تطلع على الطريق بالاكل وبالعصير وتفطر اللي رايح واللي جاي واللي راكب مرسيدس واللي راكب بي ام. مع ان اي حد على الطريق يا جماعة، سواق او غيره، مش مستني فطارك وعامل حسابه طبعا، وعربيته مليانة خير، وكتير منهم بيرجع لبيته بالاكياس اللي انت عطاهاله بالاكل والعصير والحاجات دي كلها، واللي واخدها من الطريق. تمام. يا ريت يا ريت كلنا نبحث عن جارنا، عن اخواتنا، عن ابن عمنا، عن ابن خالنا، عن صديق ليك، عن اي حد مسكين في بلدك. ابحث في الداخل، مش في الخارج. اقسم بالله في ناس مفيش في بيتها فطار ولا في سحور، يبقى اخوه ولا اخته مش عارفين اصلا يجيبوا اكل عيالهم منين، وده واقف وبيوزع في العصير في الشوارع. وطبعا ناسي كلام ربنا، الأقربون أولى بالمعروف. الناس بجد بقت حالتها صعبة والله العظيم. فابحثوا عن الناس المحتاجة. اعملوا شنط، اعملوا شنط كده حلوة، وحطوا فيها لو كيلو فول، علبة جبنة للسحور. هاتوا حاجات أساسية للفطار زي الزيت والمكرونة، سكر، رز. ما تنسوش يعني اللي في مقدرته، لو نص كيلو لحمة أو فرخة. واهم حاجة طبعا لو في علبة من التمر. شوفوا بقى الحاجات دي هتكفيهم كام يوم، وهتاخدوا ثواب قد ايه لحد ما هتخلص. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. صدق الله العظيم. بتمنى من الله تكون رسالتي وصلت وتكونوا سمعتوني للنهاية. ربنا يستر جميع بيوت المسلمين ويغنيهم من فضله، اللهم امين يا رب العالمين. لو عجبتكم فكرة الفيديو، شجعوني بقى باللايك الحلو بتاعكم، واللي ما اشتركش عندي في القناة يشترك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. مع تحياتي أختكم دودي من قناة يوميات دودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.